السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي إخواتي وأصحابي، مساء الخير عليكم في حلقة جديدة. النهاردة كورة مع عمرو. النهاردة عندنا أخبار كتير، ويا رب نكون نعجب حضراتكم في الأخبار اللي احنا عرضنا عليكم النهاردة. جه خبر عاجل من اتحاد جدة السعودي بيطالب محمد صلاح بالانتقال إليه ب 235 مليون يورو في 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 الصفقة، وكمان الراتب بتاعه يكون 86 مليون يورو في السنة. هل محمد صلاح هينتقل الدوري السعودي أخيرا، ولا هل هنشوف الدوري الإنجليزي ويكمل مسيرته مع ليفربول؟ هنشوف الأيام الجاية هتعمل إيه. كمان عندنا أخبار من النادي الأهلي عن عمر الساعي. النهاردة من يومين ثلاثة الخطيب بتواصل مع رئيس نادي الإسماعيلي على حسم صفقة عمر الساعي، لأنها صفقة الموسم. كل الناس بتتكلم على الصفقة دي. كمان نادي الزمالك داخل الصفقة بقوة، كمان نادي بيراميدز داخل الصفقة بقوة بعد ما هو خد كمان عبد الرحمن مجدي هينتقل الى نادي بيراميدز. كمان هو عايز ياخد عمر الساعة من الاهلي، لان الاهلي كل ما يخش في صفقة اليومين دول كمان نادي بيراميدز بيخش يعلي على الصفقة عليه. يعني سمعنا اخبار عن المغربي اللي الاهلي عايزه والمهاجم، كل حاجة الاهلي بيفكر فيها بيراميدز بيخش يزايد عليه فيها. طبعا احنا عارفين ان هم معاهم فلوس كتير، فعادي يعني. الفلوس مش كل حاجة. اهم حاجه التاريخ، اهم حاجه البطولات، اهم حاجه الالقاب، اهم حاجه الجمهور، اهم حاجه الراحه النفسيه انك بتشجع النادي الاهلي ومن عائله النادي الاهلي. وفي حاله قبول نادي الاسماعيلي على النادي الاهلي الحصول على عمر الساعي، ممكن رحيل الثنائي كريم نيدفيد وعمار حمدي في الصفقة، أو يفسخوا تعاقدهم. لأن بصراحة أصلا كان نيدفيد المرة اللي في المباريات اللي فاتت ما كانش قد المسؤولية. أداؤه سيء جدا في الملعب، كل حاجة سيئة. الباص، الضغط. مروان عطية أفضل نسبيا كتير. حتى كده بنشوف بنلاحظ فيه في الملعب إن مروان عطية مؤثر جدا، رقم 6 في الأهلي. فهنشوف الايام اللي جايه هتعمل ايه. كمان عندنا النهارده مباراه الاهلي والمقاولين. طبعا الاهلي قدامه 4 نقاط، يحتاج الى 4 نقاط بس فقط علشان حصوله على الدوري ال 44. يعني لو الاهلي كسب المباراه بتاع المقاولين وتعادل مع مباراه سموحه، فبالتالي اللقب هيكون الدوري في الجزيره. كمان العنيد عماد النحاس هو المدير الفني لنادي المقاولين أول مرة نشوفه في بيصارع على الهبوط. المقاولين فرقة جميلة جدا، فرقة كويسة بتحضر وبتشتغل من تحت كويس جدا، والضغط العالي. يعني كمان الماتش اللي قبل اللي فات كان بيلعبوا الزمالك وكسبوا الزمالك وخدوا منها 3 نقاط. نتمنى لهم الصعود وما ينزلوش، لأن المقاولين فرقة كويسة وبتنافس مع الفرق اللي بتنافس في الدوري يعني. كمان عايزين نتكلم على مارسيل كولر بيفكر ان هو يريح محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم. محمد الشناوي الفترة اللي فاتت مش قد كده، مستواه نازل جدا. محمد الشناوي كمان محمد عبد المنعم مستواه ممكن بيركز اكتر في السفر بره، يحترف بره، فعشان كده ممكن تكون واخده من ذهنه. اداؤه هو كويس محمد عبد المنعم وكل حاجه، احسن مدافع في افريقيا، لكن الماتشين اللي فاتوا بالتحديد ميس باص غلط، الطاوله غلط، المهاجم يفلت منه شويه يحاول يعدي منه. في حاجات كتير مش ده محمد عبد المنعم اللي احنا بنتابعه طول السنة. فأكيد يعني هي عملية نفسية، فربنا يوفقه. واحنا والله متمسكين بيه، لأنه احنا عملنا محمد عبد المنعم، خلينا أحسن مدافع في أفريقيا وأحسن مدافع في مصر. فبالتالي يعني هو كمان طالب يقعد في الأهلي. لو جاء عرض احتراف بره خارج مصر في الدول الأوروبية عادي ممكن يسافر، إنما في الدول الخليجية لأ، هو عايز أوروبا. فربنا يعينه ويوصل يعني. لأن الناس الفرنسي بعت طلب ب2.5 مليون يورو،
والاهلي بعت خطاب بعدها. اول ما بعت الخطاب للنادي الاهلي ان هو عايز يشتري محمد عبد المنعم ب2.5 مليون، الاهلي بعت خطاب على طول وفورا قال له لازم تضاعف الرقم عشان نفكر في العرض، علشان نفكر في العرض. ان فعلا محمد عبد المنعم من افضل المدافعين في افريقيا حاليا، هيكون صفقة كويسة اي نادي يروحه يعني عامة يعني. وهنشوف في الايام الجاية هنعمل ايه في الصفقات. عندنا لسه الاهلي بيحاول يحسم كام صفقة، لكن زي ما انا قلت لحضراتكم في ناس كتيرة بتخش في صفقات، اولهم بيراميدز والزمالك. لما بيقول الاهلي عايز صفقة كله بيتدخل فيها، لان عين الاهلي حلوة بتجيب صفقات جامدة. عندنا مصر كولر اختم النادي مصر كولر اختم فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته مساء يوم السبت استعدادا لمباراة المقاولين. خاصة خاض الاهلي مرانه على ملعب التتش مساء امس. وبدأ المران بمحاضرة من مصر كولر المدير الفني عن أهمية حسم الفوز في لقاء المقاولين العرب والتسجيل مبكرا. يعني التسجيل مبكرا يمكن نجيب جون واتنين تلاتة، نريح اللعيبة، نريح الضغط العصبي، مش زي الماتش اللي فات او اللي قبله جبنا جون بعد كده البنك الاهلي في اخر دقيقتين او 3 دقايق جاله هدف وطلع تسلل. وطبعا السوشيال ميديا والزملكاويه والبرامزاويه طالعين يقولوا الكرة تسلل ومش تسلل، ما هيش تسلل، الكرة جون ومش الكرة جون. حتى يعني لو الكرة جون يعني هتفرق في ايه يعني من 4 ل6 نقاط عادي يعني، ايه المشكلة يعني. وبعدين احنا لسه 5 مباريات مؤجلة للنادي الأهلي، فبالتالي لو ما اتحسمتش مع المقاولين هتتحسم مع سموحة يعني، مش قصة يعني إن الجون يتسلل أو مش تسلل يعني. الأهلي ما بيشغلش دماغه في الكلام ده، الأهلي بيشغل دماغه بالملعب، ازاي يضغط على المنافس، ازاي يجيب اجوان. ما شاء الله على الفريق كمان كويس بدنيا. لو مش كويس بدنيا ما كناش وصلنا للدرجة اللي احنا فيها. كمان تلاحم المباريات كل 48 ساعة ضغط نفسي وعصبي غير طبيعي، وشفناه كمان مع إمام عاشور في آخر المباراة نام خلاص، ما عادش قادر، ما عادش فيه نفس، ما عادش فيه أي حاجة. مع إن في قفشة بره ممكن يتغير، مثلا يغير إمام عاشور وينزل قفشة. مش عارف ليه ما نزلش قفشة، لسه زعلان منه أو حصل تاتش ما بينهم أو إيه اللي حاصل الله أعلم. ممكن يكون فني، ممكن ميبقاش جاهز. المدرب هو اللي بيمرن، هو اللي شايف كل حاجة. وإن شاء الله الأهلي يحسم الدوري عشان نرتاح من الدوري الطويل ده اللي بقالنا 7 سنين بنلعب فيه. كمان قدام بيراميدز هيلعب زد في تمام الساعة 9 مع قصاد النادي الأهلي هيلاعب المقاولين، وزد هيقابل بيراميدز. لو زد عمل رومنتادا على بيراميدز المباراة اللي فاتت وفاز عليه أو اتعادل معاه، يبقى كده خلاص الدوري مع ماتش المقاولين، ونفرح إن احنا خدنا اللقب 44 إن شاء الله. الأهلي يدخل المباراة بجد، يخش المباراة مقاتل علشان نرتاح، لأن اللعيبة كل ما بيزداد الوقت كل ما يكون الأعصاب مش كويسة للنادي الأهلي، لأن البدني مش كويس. البدني خلاص اللعيبة تعبت بصراحة يعني طول الموسم، وأفريقيا وكاس مصر وكاس السوبر والدوري. الله يكون في عون اللعيبة بصراحة يعني، اللي هم لسه متحملين الدوريات كلها طلعت تصيف إلا لعيبة الأهلي والدوري المصري اللي هيفضل طول عمره كده. المفروض يعملوا موسم استثنائي، هنشوف الأيام اللي جاية اتحاد الكورة يعمل إيه. تشكيلة الأهلي لو ما استبعدش محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم هيكون مصطفى شوبير، قدامهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. خط الدفاع زي المباراة اللي فاتت محمد هاني على اليمين، كريم فؤاد على الشمال، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور في خط الوسط، على اليمين حسين الشحات أو رضا سليم، وعلى الشمال الشحات أو رضا سليم. هيبدلوا مع بعض، دي الشمال دي يمين عادي يعني، الاتنين أساسيين. وفي الهجوم أسامة أبو علي القناص. بصراحة أسامة أبو علي احنا قعدنا كام سنة ندور على المهاجم ده، وبصراحة رزق الأهلي لأن الأهلي بيشتغل بجد. وأتوقع توقعاتي 2-0 للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.